اليوم سنناقش أهم 10 نصائح للنجاح. سنستكشف بعضا من أهم الدروس التي يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك والعيش حياة مرضية. أولا، أهم شيء على قائمة نصائحنا للنجاح هي تحديد أهدافك. من المهم أن يكون لديك فكرة واضحة عما تريد تحقيقه في الحياة، سواء كان ذلك في حياتك المهنية أو علاقاتك الشخصية أو نموك الشخصي. تحديد الأهداف يعطي لك شيئا تكافح من أجله ويساعدك على البقاء متحمسا. ثانيا، من المهم أن تكون مثابرا. الأشخاص الناجحون لا يستسلمون بسهولة، فهم يستمرون في تخطي العقبات والنكسات ولا يتركون الإخفاقات تحددها. تذكر أن الفشل هو مجرد فرصة للتعلم والنمو. ثالثا، أحط نفسك بأشخاص إيجابيين وداعمين. يمكن للأشخاص الذين أن تحيط نفسك بهم أن يكون لهم تأثير كبير على حياتك. اختر قضاء الوقت مع الأشخاص الذين يرفعون من شأنك ويلهمونك، والذين يؤمنون بأهدافك وطموحاتك. رابعا، كن دائما على استعداد للتعلم والنمو. يبحث الأشخاص الناجحون دائما عن طرق لتحسين أنفسهم وتعلم مهارات جديدة، سواء كان ذلك من خلال التعليم أو الإرشاد أو التطوير الشخصي، فإن الاستثمار في نفسك أمر ضروري لتحقيق النجاح. خامسا، مارس الإدارة الجيدة لوقتك. يعرف الأشخاص الناجحون كيفية ترتيب أولوياتهم وإدارتها بفاعلية، فهم يضعون أولويات واضحة ويركزون على أهم المهام وتجنب الملهيات والمماطلة. سادسا، حافظ على موقف إيجابي. يمكن أن يكون لعقلك وسلوكك تأثير كبير على نجاحك. ثق بنفسك وقدراتك وكن متفائلا ومتحفزا حتى في مواجهة التحديات والنكسات. سابعا، اعتني بصحتك العقلية والجسدية. يفهم الأشخاص الناجحون أهمية الرعاية الذاتية ويجعلونها أولوية. إنهم يهتمون بصحتهم الجسدية والعقلية من خلال ممارسة الرياضة والأكل الصحي وإدارة الإجهاد. وثامنا، كن قابلا للتكيف ومنفتح الذهن. الأشخاص الناجحون قادرون على التكيف مع التغيير ومنفتحون على الأفكار ووجهات النظر الجديدة، فهم لا يخشون تجربة أشياء جديدة ومجازفة. تاسعا، رد الجميل للآخرين. يفهم الأشخاص الناجحون أهمية رد الجميل وإحداث فرق في العالم، سواء كان ذلك من خلال التطوع والتوجه أو العمل الخيري. يمكن أن يكون رد الجميل مرضيا بشكل لا يصدق، ويمكن أن يساعدك تحقيق الإحساس بالهدف. وأخيرا، النصيحة العاشرة للنجاح هي أن تظل صادقا مع نفسك. يتمتع الأشخاص الناجحون بإحساس قوي بالوعي الذاتي ويعرفون ما هو مهم بالنسبة لهم، فهم يظلون صادقين مع معتقداتهم وقيمهم ويصنعون الخيارات التي تتماشى معهم حتى عندما تكون صعبة. شكرا على المشاهدة، ونأمل أن تكون قد وجدت هذه النصائح مفيدة. تذكر أن النجاح ليس وجهة، إنه رحلة. ضع في اعتبارك دروس الحياة هذه وأنت تنتقل في طريقك، وتسعى دائما لتكون أفضل نسخة من نفسك. شكرا للمتابعة ودمتم سالمين.